بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. قبل أن ينتهي بنا الوقت، الشاب الآن الذي يستمع إليكم وأنتم تتحدثون عن هذه الانطلاقة، أليس هناك من زاد ترشدون به الشاب يبدأ من خلاله كيف يتعامل مع القرآن وكيف يتعامل مع السنة؟ وما هو الزاد على دعنا نقول أقل ما يكون يمتلكه الشاب الذي يغزو اليوم في سفره إلى الخارج أو في دراسته في المدارس، خاصة المدارس الأجنبية وغيرها؟ ما هو الزاد الذي أقل ما يكون لدى هذا الشاب؟ طبعا لقد سألت عن عظيم يحتاج إلى زاد إيماني أعظمه يكون له ورد من القرآن ولو يسير. والله إن النظر في المصحف يورث في القلب أثرا، فكيف بتلاوة القرآن؟ لو يفتح المصحف يعود نفسه على هذا. ولا يشترط، يعني قد يكون هناك إنسان منظم، هذا غير، لكن لا يشترط في أي موضع أي مكان، حتى لو قدر مر على مسجد فيدخله مبكرا، يتأخر قليلا، يفتح المصحف يقرأ ما تيسر له، فإن هذا بإذن الله يورث في قلبه إيمانا وحياء من الله. وإذا وجد إيمان وحياء من الله يسلم العبد. الأمر الثاني، لا بد، وهذه ليس فيها يعني مسألة تنازل بمعنى يسير، يعني ليس من تنازل عقدي، وهو أن يكون له حظ من صلاة الليل ولو 3 ركعات. وأنا أحب، وقد دلت السنة على هذا، أن الإنسان قبل أن يأوي إلى فراشه يركع 2 أو 4. هذا غير ما يقوم له، لكن يكن آخر عهده قبل الفراش الصلاة، لو 2 يسيرتين، وهو غاد إلى فراشه عزم على أن ينام، يصلي 2 ثم يذهب ينام. هذه حالة ثانية. صلاة الفجر في جماعة تورث إيمانا وبركة لذلك اليوم عظيمة، صلاة تشهدها الملائكة ليست بالأمر اليسير. فأم عطية تقول في يوم العيد: وأمرنا أن نخرج العواتق من خدورهن يشهدن الصلاة ودعوة المسلمين يرجون بركة ذلك اليوم وطهوره. طهوره يعني يطهر من الذنوب. الله أكبر. بركة ذلك اليوم لأنه يوم جوائز، يوم العيد. المشهد أي حالة عندما تكون محفوفة بالأخيار تورث في القلب أثرا. فصلاة الفجر سماها الله مشهودة لأن الملائكة تشهدها، فشهود الملائكة لها صلاة الفجر وحضور المؤمن مع المسلمين جماعة لصلاة الفجر يورث في قلبي شيئا آخر في ذلك اليوم. لا يمكن أن يستوي من صلى الفجر في جماعة كمن لم يصليها في غير جماعة، ما يمكن. فأثر الملائكة وحضورهم هذا رحمة من الله، لأن الملائكة من أعظم وظائفهم في علاقتهم مع بني آدم التثبيت. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فإذا كان الملك يرى زيدا من الناس كل فجر، فتثبيت الملك لهذا الرجل علم أو لم يعلم ليست كمن لم يره الملك قط، محال. فشهود صلاة الفجر أعظم. هذا يكن هناك كتاب مثل رياض الصالحين عند رأسه فيه أحاديث، جواهر الإمام البخاري 700 حديث مجموعة الآن وغيرها ما أشبهها، تكون عند قريبة منه دائما في متناول يده، بين الحين والحين يقرأها. هذا زاد عظيم يقبل بعد ذلك على العلم الذي هو فيه، رياضيات، رياضة مالية، فيزياء، حسب الشيء الذي فتح الله به عليه يقبل غير هياب، ينفع المسلمين. جماع هذا كله، هذا لي ولك وللمسلمين، الصدق مع الله. قال العلماء: إن من صدق مع الله لا تضره الفتن. من صدق مع الله لا تضره الفتن. والدليل على هذا جريج، فإن جريجا كان عابدا في بني إسرائيل، صدقه مع الله أنجاه، وإن اجتمعت عليه بليتان: دعوة أمه عليه ليست له عليه، والأخرى مومس تراوده عن نفسها. فلا المومس
ولا دعوة أمه عليه، غيرت من حاله في أصله فبقي عابدا في صلاته. صحيح أنه لم يكن فقيها، لكن صدقه مع الله أنجاه. ولهذا قال العلماء كما ذكر الحافظ في الفتح، قال الصدق مع الله، أظنه الحافظ الفتح قراءات قديمة، أيا كان الصدق مع الله ينجي من الفتن. الإنسان في مسيره يكون صادقا مع ربه، تقع السلة، تقع الهفوة، تقع، نعم، لكنه إذا كان ينطوي قلبه على سريرة صادقة ينجو، وهذا من أعظم وأجل المنجيات، ولهذا أوصى الله به. وقد دلت على هذا آيتان عظيمتان. قال الله في التوبة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله جل وعلا في خاتمة المائدة: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فالصدق أعظم ما ينفع العبد في زمن نرى فيه ما نرى عياذا بالله من الفتن والصوارف على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات وعلى مستوى الدول وعلى مستوى الأمم. نسأل الله أن ينجينا منها. اللهم